ايوه يا ساده، احنا دلوقتي معاكم وبنعرض لكم كنز جوش. كنز جوش ده واحد من الكنوز اللي تم اكتشافها فين بقى؟ في الخارجه. يعني بصوا، متخيلين حرفيه الصناعه والابداع الموجود قدام حضراتكم. كنز جوش ده ايها السادة والساده عثر عليه سنه 1989 من في داخل اناء من الفخار، وده كان يعني مخبأ في جدران قلعه رومانيه تضم معبد لها سرابيس، وفي قريه اسمها جوش بواحد الخارجه. لكن لما تعرفوا ان الاسوره والقلادتين من الذهب فيهم تقريبا 187 سبيكه من الذهب الخالص. الفكره مش فكره الذهب فقط، ولكن انتوا بتتكلموا حضراتكم على ابداع فنان يعني بهذه الحرفيه وهذا الشكل الجميل، من حتى الخواتم والمحابس والابداع، حتى الحلقان والاساور اللي موجوده قدام حضراتكم. احنا لما بنعرض على حضراتكم يعني كنز جوش بهذا الشكل الجميل، تخيلوا حضراتكم روعه وجمال هذا الكنز بهذا الشكل المتميز. 187 سبيكة من الذهب بهذا الشكل وهذا الجمال وهذا الإبداع. ده واحد من الكنوز أو الآثار المتميزة. ده فين بقى؟ داخل متحف الحضارة في قلب القاهرة. احنا بنتكلم على متحف بيضم حضارات مختلفة وصور مختلفة، وحتى يعني المنبر المتواجد قدام حضراتكم، والجزء الفرعوني واليوناني والإسلامي. لكن تبقى كنز جوش ده أنا في تصوري واحد من أكثر الآثار تميزا اللي موجودة داخل متحف الحضارة، لما يحتوي ليس من ذهب فقط، ولكن بإبداع وحرفية ما هو متواجد من تلك النقوش التي تصور حقب عديدة من التاريخ المصري. أيها السادة والسادة، نحن لازلنا مع حضراتكم داخل متحف الحضارة، ونعرض لكم الكثير من صور التميز في مصرنا الحبيب.